السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتيني جدا جدا جدا. جمعة مباركة عليكم يا أحلى الحلوين. طبعا النهاردة كده يوم الجمعة. خدت كده جولة كده على طول في الشقة، تمام، ووريكم انا ازاي فرش الشقة. الحمد لله رب العالمين. بس بعد كده انا سايبه لكم الشقة كل تفصيلة فيها في آخر الفيديو، تمام، او في نص الفيديو، مش فاكره انا حطيتها في المونتاج فين بالظبط. اهم حاجه كده الصلاه على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وما تنسوش بقى الاشتراك في القناه واللايك الجميل منكم. واهلا بكم في قناه افنان في البيت. عندي مالك انا بيسلم عليكم. دي كانت جوله سريعه في الشقه. انا النهارده قرات حاجه جميله قوي. واحد اعرابي سال النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له ازاي اقضي حاجتي. فبيقول له يوم الجمعه، تمام، يوم الجمعه يعني تصلوا على النبي 1000 مره، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يعني يوم الجمعه ده مش هتغرب الشمس الا ان شاء الله يكون حاجتك مقضيه. يبقى نصلي على النبي كده يا بنات 1000 مرة، اللهم صل على سيدنا محمد، بنية الزواج، بنية الخلفة، بنية الهداية، بنية الاستقرار، بنية قضاء الدين، بنية أي حاجة ربنا إن شاء الله هيجري عنا وكده، ويقبل عنا إيه، دعوتنا. ده كان باسكت الغسيل. انا قلت بنتي يا فتين ان شاء الله بعد ما اخلص كده فطار انا هقوم كده اتخلص منه. ده كان فطار يوم الجمعه. يلا كده خليكي سريعه ونشيطه كده والهلوبه في شغل البيت. انا يا بنات اللي سألني قبل كده عن عندي كام سنة، انا عندي 24 سنة. جبت المكنسة كده بعد الفطار وقلت اشفط كده اي حاجة وقعت مننا وملك وكده، عشان النملة طبعا انتوا عارفين بيغزوا اي مكان. لازم يكون المكان نظيف 24 ساعة علشان النمل، يعني نحاول نقلل منه. كل كده السيراميك اللي باين انا شفطته عشان احاول احافظ على الشقة نظيفة. قومي كده تشجعي يلا منك ليها. لو كان مثلا عندك مواعين، عندك غسيل، عندك حتى غسيل تطبقي تغسلي، عندك ترويق، اي حاجه عايزه حاجه تتمسح، اي حاجه تتروق، يلا كده قومي تنشطي كده معايا، وحطي الموبايل على جنب وقومي تنشطي معايا يا بنتي منك ليها. كان مالك هنا عندي طلع فوق السطح، تمام، ودوس هنا كده على المشايه دي ووسخها. فانا قلت يا افلام معلش هاتي كده سبونج ولا اي حاجه مخصصه للمواضيع دي، وبعدين ايه ادوكي المشايه مش لازم تغسليها. يا بنات دخلت عملت سين كيكه كده بالمانجا والكريم شانتيه، كانت جميله. جبت 3 كوبايات دي على كوبايه ونص سكر، على بيضتين، على طبعا معلقتين تانج، بس انا حبيت ان احط تانج علشان بس يدي لون، بنفس معيار الكوبايه دي يا بنات، تمام، عشان كذا واحده تسالني انت بتعايري بايه بالظبط. ادي البيضتين، وطبعا كيس بيكنج باودر والفانيليا والخل عشان طبعا الزفاره. تمام يا احلى بناويت. يلا كده تنشطي وتشجعي معايا. يلا اعملي كده الحلويات وخلي دايما بيتك عمران كده بالذكر وبالشكر وبالاكل. حطيت كوبايه الزيت. طبعا التانج معلقتين التانج انا دوبتهم في الميه على كوبايه ميه، ده بديل مثلا اللبن او حاجه زي كده. حطيت طبعا شويه خل وشويه الزيت، طبعا كوبايه زيت وطبعا ربع كده غطا خل وكيسين فانيليا. مسكت المضرب بتاعي القمر ده ورحت نزلت ضرب 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 لحد كده ما خليتها قوامها ايه، معتدل كده وحلو ومتماسك، ان اقدر انزله في الصينيه واقدر اقول عليها كأنها كيكه. طبعا حطيتها مثلا قول تلت ساعه في الفرن كده، مثلا يجي تلت ساعه في الفرن او حاجه زي كده.
كانت في واحده يا بنات بتقولي انا عندي مشكله كبيره جدا يا افنان. بقول لها ايه؟ هي بتقولي ان انا مش محافظه على الصلاه، مره اصلي وعشرة لا. فالمهم انا صراحه فكرت كده في الموضوع، يعني قلت ازاي يعني الواحد كده يسيب الصلاه عنده كده. فقلت لا، يعني الصلاه دي اصلا عماد الدين. وكمان يعني هي مثلا نحط كده على جنب ان هي عماد الدين، يعني هي اصلا كل الدين، متخيلين؟ يعني احنا عندنا يا بنات بنشتغل وبنسعى، بنربي عيالنا، بنودي عيالنا الحضانة، بنودي عيالنا المدارس، وبنعمل أكل وبنغسل وبنطبخ، شغالين بصوا زي السيف. نيجي عند وقت الصلاة يبقى مكسحين حرفيا، يعني عايزين نصلي واحنا قاعدين حتى. بس يا بنويت انا بكلمكم عن الصلاه وكده، ففعلا من غير الصلاه تحس ان الواحد عايش في دوامه ملهاش طعم خالص. تمام، فعلا الصلاه هي بتنظم الحياه. تمام، فلازم نصلي كده يا احلى بنات، حتى لما يكون مثلا في غشاوه على القلب او في تقل في القلب، لا بقدر الامكان نصلي ركعتين كده. مرة تانية مثلا نصلي 4 ركعات في الظهر، بعد كده نصلي مثلا العصر، يعني ناخدها واحدة واحدة. تمام، لحد كده ما نشوف الحاجات بقى الحلوة دي. ايه ده؟ ايه بنتي افنان العظمة دي؟ ايه بنتي افنان الجمال ده؟ طبعا حطيتها هنا في كوبايات. تمام، وحطيت عليها كريم شانتيه وقطع المانجا، وقدمتها للضيوف وبألف هنا على اللي كلها. كانت خطيرة خطيرة خطيرة. شايفين الشكل يا بنات؟ انا ساعتها عملت 6 كاسات، 6 كاسات بتتاكلوا بألف هنا. معلش يا بنات انا بقى قاعد ملك على العجلة بتاعته، فعشان كده سكت شوية. طبعا يا بنات بقى انا يعني اكتر حاجه بحبها جدا في الدنيا دي كلها لما حد يجي يقابلني يقول لي يا فين استمري، صوتك حلو، مش عارفه، يعني كلامك حلو، الكلام ده كله. فالصراحه انتوا بتكسفوني. تمام، هنا بقى كده كنا رايحين البركه عندنا في الفيوم، وكان صح كان يوم خطير. نزلنا في الواحة بقى وقضينا كده يوم، حجزنا أوضة. ساعتها حجز الأوضة عن طريق كده حد معين ب800 جنيه، يعني لمدة 12 ساعة اللي هو نص يوم. كان الطريق جميل كده ومليان شجر بقى، والدنيا كانت جميلة بدل الحر اللي احنا فيه ده، او اي حاجة كده اكننا صيفنا وخلاص، نضحك على نفسنا. ده كان ساعتها الفندق اللي احنا نزلنا فيه، كان فندق تحفة في الواحة. بابا. ايوه حبيبي حاضر. ساعتها هنا كده خلاص استلمنا الغرفة بتاعتنا، فرحنا عشان نستلمها، نقعد بقى فيها بقى ونحط الفطار ونحط الغدا، ونلبس بقى فيها الحاجات بتاعتنا اللي هننزل فيها في المية. كانت حرفيا الأوضة خطيرة اللي احنا استلمناها، كانت نظافة الصراحة وحمام وكل حاجة والتكييف كده. يعني اعتقد معظم الجماعة عندي قعدوا في الأوضة وحابة ان هما ما ينزلوش كده المية، لا اللي هو عشان كان الجو حر ساعتها شوية، هما ما استحملوش الحر. فطبعا بحكم ان احنا معانا اولاد، فاحنا كان لازم ننزل المية والبسين بقى والحاجات الحلوة دي ونبلبط بقى. ايه بس كده يا بنات، هسيبكم بقى، ده البسين. تمام، بس كده يا بنات، يا رب يكون عجبكم الفيديو النهارده، وهسيبكم بقى مع جوله تاني كده بالشقه بكل تفصيله فيها على رواق، واشوفكم على خير يا احلى بنات في الدنيا. مع السلامه.